وكان دافع وتحفيز لإلي كبير لحقق إنجازات كمان. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم رجعت لكم فيديو جديد أنا، وحاب فيه أحكي عن قصتي والظروف يلي مرقت فيها بالغربة أنا، وفيدكم بعض تجارب الشخصية من تحمل مسؤولية وتطوير ذات وإلى آخره هدول الأمور. يعني 2022 في التاسع من أيار بدأت تحقيق أول هدف رسمته بحياتي، هو إنه حصلت على وظيفة كان براتب أطمح له أنا، وكان دافع وتحفيز لإلي كبير لحقق إنجازات كمان. فبعد فترة بالعمل حبيت إني أصنع إنجازات كمان. فكرت بدي أحقق مصادر دخل تانية، ما حبيت إنه أشتغل ضمن وظيفة 9 ساعات ضمن مكان معين، حبيت إنه أسوي مصادر دخل تانية. فبلشت رحت على حالي إنه أبلش تداول الأسواق المالية وتسويق الشبكة وصناعة المحتوى. بدأت أول شي بتسويق الشبكة، ضليت 3 شهور تقريبا بتسويق الشبكة. وثقت لكم الفيديوهات كتير عن هذا الشغل اللي اشتغلته أنا بزيادة فرع للشركة، وحط لكم فيديوهات هيك على الجنب تشوفون لقطات من الفيديوهات. عملت انضباط 3 شهور إلي من تنظيم حياة كتير يعني صارم على اللي سويته. ركزت كتير على الصلاة، يعني دقائق كتير على الوقت وكيف، وندمت كتير إنه كنت أضيعه أيام زمان. كانت سيرتي أنا تسويق الشبكة. دخلت ضمن جروبات على الواتساب، حكيت مع أشخاص ناجحين كتير وحققوا ما شاء الله إنجازات كبيرة، يعني أعطاني حوافز كتير قوية. ودخلت محاضرات ويعني دخلت كتير قصص، وكان يعني بالنسبة لي جيد نوعا ما. إنه ما كملت أنا، إنه ما كملت يلي الأساس إنه لازم نسويه تسويق الشبكة لنحقق أرباح عالية. عملت نوعا ما بداية الطريق، حققت إنجازات بسيطة، دخل مادي بسيط يعني. وبعدين بلشت رجع للفيديوهات التحفيزية وشوفي كمان صناعة المحتوى على اليوتيوب. هو كنت أصنع يوتيوب عن أيام سوري من 2018، وصغت لكم فيديو أنا إنه بداية محتوى جديد على اليوتيوب. كنت أنا إنه محكي قصتي إنه بلشت من 2018 وشو صار معي وهيك قصة. فبلشت كمان أتفرج على فيديوهات، اكتشفت إنه الشي اللي بدنا نبلشه نحن ونشتغله ونحقق مصدر دخل تاني منه، لازم يكون شي بنحبه نحن، ضمن شغف، ضمن هواية أو شي حابين نوصله بالمستقبل. شو إنه مثلا نكون رائد أعمال، أو تكون مشهور، أو تكون يعني شي بالمجتمع. فكرت بالموضوع تسويق الشبكة إنه بدي أوصل رائد أعمال، فما يعني ما دخلت براسي كتير، ما حبيت الفكرة زيادة. فدخلت بموضوع تاني هو اليوتيوب أنا، وحبيت هيك بلش محتوى جديد معكم أنا، أوصل لكم حياتي الشخصية وهيك بأمور بسيطة. ضل مستمر معكم أنا ما وعدتكم بالفيديوهات القديمة. ف... فبنصحكم نصيحة أنا، ركزوا على وقتكم كتير، وركزوا على حياتكم بالضبط، لأنه حتلاقوا فرق كتير لما تدقوا على وقت اللي وضع بحياتكم. فبتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وبشوفكم فيديوهات جديدة. فحبيت هيك الفيديو يكون عفوي بيناتكم وكون هيك صريح معكم أنا. فأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. والسلام.